اكتر حاجة عجبني في مصر عربية الفول اللي بتكون على الشارع. كانت بداية حلوة، تجربة ونجحت. انا ساجي من اكستيم. بحب السياحة عامة، بحب الاستكشاف. المصريين كلهم بيقدروا اجانب. ما حدش هيفهم. مفيش فايدة، محدش هيفهمها. ممكن تعرفنا عن نفسك؟ انا جيانكو من اكس تيم. ايه اكتر حاجة صعبة اللي عايشة هنا في مصر؟ ممكن الشبكة هنا بتكون وحشة في معظم الاماكن، يعني الحاجة دي هي اللي شايفها. ايه اكتر اكلة مصرية بتحبها؟ بص، مفيش حاجة احلى من عربية الفول اللي بتكون على الشارع. ازاي قدرت تتقن اللهجة المصرية؟ انا مولود في مصر، فاصحابي كلهم مصريين وكده، في اللهجة كانت سهلة بالنسبة لي. عندك كام سنة وبتدرس ايه؟ انا عندي 18 سنة بدرس في الازهر. لو قدمت محتوى بلغة بلدك هيحصل ايه؟ محدش هيفهم بصراحة، يعني محدش هيفهم. ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا ساجي من اكستيم. ايه نصيحتك للاجانب اللي حابين يعيشوا في مصر؟ نصيحتي ليك انك تتعامل مع مصريين عشان تعرف تكون منهم وعشان يكونوا اخواتك. ايه اكتر حاجة حابب تشكر بيها الشعب المصري؟ الشعب المصري من اجدع الناس اللي اتعاملت معاهم والجدعنة اللي انا اتعلمتها منهم. وفيها ايه لو قدمت المحتوى باللغات الاصلية بتاعتك محدش هيفهمها؟ وفيها ايه لو قدرت اجرب اكل الشارع؟ اكل الشوارع في مصر حلو بس من مكان نظيف بس. ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا اسمي جميل من اكس تيم. ازاي دخلت عالم السوشيال ميديا؟ كانت بداية حلوة، تجربة ونجحت. ازاي قدرت تتقن اللهجة المصرية؟ من الصحوبية والدراسة. وفيها هي لو قدرت هنتكلم عن تجربتي في مصر وهقول ايه اللي حببني في البلد. تبقى تجربة لذيذة وهتعرف الناس مثلا اللي بيجوا من بره ازاي مصر عيشة في مصر عاملة ازاي وكده، كلينا كأجانب يعني. وفيها ايه لو قدرت اعمل فيديو عن الافضل المعالم السياحية في مصر، هتبقى حلوة أوي الصراحة. أنا بحب السياحة عامة، بحب الاستكشاف. إيه أكتر حاجة صعبة في العيشة في مصر؟ المواصلات. بعد إذنكم وفروا لنا المواصلات. بس كده. ممكن تعرفنا بنفسك والمحتوى اللي بتقدمه؟ انا ارام من اكس تيم، عندي 20 سنة، واحنا بنقدم مهرجانات واغاني وبنمثل على حاجات مصرية وحاجات كتير. ايه اكتر حاجة عجبتك في مصر؟ اكتر حاجة عجبني في مصر ان الناس مصريين كلهم بيقدروا اجانب، وخصوصا يعني في التعاملات وحاجات كتير. ايه خطتك المستقبلية في مصر؟ خطتي المستقبلية اني هدرس، هخلص الجامعة في مصر وحاجات كتير، مش الدراسة بس. بعدها هسافر برا مصر. اكتر حاجة بتحبها في الاكل المصري؟ اكتر اكل بحبها كشري ومكرونة بالبشاميل. وايه الفرق بين اكل بلدك والاكل المصري؟ اكل بلدي انك تعملها صعب، واكل مصري كمان نفس الحاجة، لكن الفرق الاكل بلدي اكتر الاكلات بيكون حار، لكن الاكل المصري كلها تحفه عامه. هو فيها ايه لو قدمت المحتوى باللغه الاصليه لبلدك؟ مفيش فايده، محدش هيفهمها.